اهلا بيكم في يوم جديد من يومياتنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى النهارده فيديو حلو قوي. بصراحه بعتز بيه قوي. رحنا اسكندريه في عز الشتاء، وفي عز التلج، وفي عز السيول اللي كانت موجوده هناك. ده طبعا الفطير المشلتت، احنا اكلنا فطير مشلتت هناك، كان حلو قوي برضو، عاملينه كده مخصوص. فعلاء ورهب بقى طالعين بقى بالصينية وفرحانين قوي. فجأة المطرة والسيول مطرت علينا. مش عايزة اقولكم كان اليوم ده عامل ازاي. بصوا اصلا الشارع مفيهوش حد خالص، وكل المحلات قفلت. كانت السيول بصراحة جامدة جدا جدا يعني. بس عايزه اقول لكم كان حلو قوي يعني بصراحه. حتى بصوا البحر قدامكم، قدام البحر كانت الدنيا دفا. ومع جو المطره دوت وجو الشتاء بصراحه في اسكندريه حلو جدا. بصراحه هو كده لما جينا رحنا كده يعني، ما كناش مرتبين، ما كناش عاملين اي ترتيب ان احنا نروح. طبعا في احنا وقت مدارس ووقت مذاكره. بس باباهم بقى فصمم ان احنا نروح نقعد يومين كده نغير جو. رحنا. شايفين علاء ورهف وشايفين الشارع عامل ازاي. مفيش حد غيرنا. بصوا رهف بقى كانت هتقع. مفيش حد غيرنا ماشي. كان يوم الجمعة. ده كان وقت الصلاة، وداخلين بقى الشاطئ. بصوا مفيش حد خالص يعني، حتى البسيم مقفول. كل حاجة مقفولة، هو بس في الكافيتريات كده مفتوحة كده شوية. يعني اللي عاوز بقى ينزل، وفي فعلا ناس نزلت بعد الصلاة. يعني قعدوا بيقعدوا بقى كده شوية على البحر كده، بيستمتعوا بصراحة، بدل الزحمة بتاعت الصيف. فبتبقى زحمة جدا جدا يعني، بتبقى طريقة فظيعة قوي. فهو بصراحة يعني بابا علاء ورهف قال لا لازم نروح نقعد كده يومين كده. مش عاوزين جو الدوشة والزحمة، نفصل شوية. وبصراحة كانوا يومين حلوين، وكان رأيه بصراحة برضو يعني طلع كويس وفرق معاهم مع ولاد جامد قوي. قعدنا بقى كده شوية على البلاش، وطلبنا كده شوية عصاير ونسكافيه بصوا علاء. وعايزة اقول لكم بصوا البحر حلو قوي، سبحان الله، وجو هادي يعني، حتى البحر هادي. في الصيف بتلاقي الموجة عالية جدا. بصوا هنا اصلا مفيش موجة، يعني البحر العجمي عندنا اصلا الموجة عالية، عالية جدا كمان، وما بنبقاش عارفين نعوم. لكن سبحان الله في الوقت الشتاء بصوا الموجة مفيش يعني، بسيطة جدا، والبحر هادي. آه مفيش غير هما اللي واقفين. انا كنت قاعده مستنياهم على الكافيتيريا وبصورهم كده من بعيد. عايزه اقول لكم حتى حمام السباحه بصوا فاضي يعني، هم فاضيين الميه منه. طبعا هنسكت؟ مش هنسكت يعني، علاء وراف مش هيسكتوا. اتصاحبوا كده على البنوته هناك، وقعدوا نزلوا حمام السباحه وهو فاضي، وقعدوا يلعبوا جوه. يعني ان هم اصلا متعودين عليه على طول بيروحوه. وهو طبعا في ميه بقى في ايام الصيف وايام الاعياد، على طول كنا بنروحه. لقوه بقى فاضي، قالوا لا هننزل يعني. نزلوا برضو، حتى لو تلاحظوا ان انا بصي ملبساهم الترنجات. آه رهف كانوا عاوزين ياخدوا معاهم مايوهات، وكانوا عاوزين يطلعوا يجيبوا مايو وينزلوا البحر. قلت لهم لا طبعا يعني ما ينفعش، كان الجو ساقع جدا. وفعلا في ناس نزلت، يعني في ناس نزلت البحر، فهم اول ما شافوا كده عاوزين ينزلوا. طبعا ما ينفعش، هم تعبانين وكانوا لسه خارجين من دور برد. بصوا برضو حبيت برضو اصور لكم بالليل. عايزه اقول لكم ان ده كورنيش البحر، ده طريق البحر ده هنا في العجمي في اكتوبر. فالطريق كله بيبقى فيلل وكله كورنيش وكافيهات وكده، هو بتبقى الناس زحمه جدا جدا. بصوا بقى في الوقت دوت عامل ازاي. مفيش حد، ماشيين مش لاقيين حد معانا.
طبعا جوزي بقى فرحان بكده قوي، فهو مستجم ومستمتع بالموضوع ده. بصي رحنا بقى الملاهي، ده طريق الملاهي شارع 27 والمحلات. رحنا برضو، قلت يعني كنا عاوزين نشتري شوية حاجات كده بصراحة، بس ما لقيناش. الشارع ده مفتوح صيف شتاء، وكل محلات الحلويات برضو شغالة، بس طبعا مش زي الموسم، مش زي في الصيف. يعني حلواني حمامة واحمد حسنين واحمد حسين والسعيدي كلهم شغالين، بس على اهل القرية نفسها. طبعا اهل القرية مش كتير، يعني هناك ما فيش سكن كتير، كله مصيفي. فانا حبيت كده اديكوا كده جولة، والمطر اهو، وتحسوا كده بجو الشتاء، والبلكونة عندي اتغرقت بصراحة. بصوا اتغرقت يعني. فالحمد لله قضينا كده يومين حلوين. اسكندرية في الشتاء تحفة يا جماعة، بنصحكم ان انتوا تروحوها، تقضوا يوم يومين كده فيها، تغيير جو. حلوة قوي، الجو دافي على ساقع، تحسي كده ان هو عامل ميكس جميل. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم. ويا رب علاء وراف كده يكونوا خفاف ولطاف كده عليكم. وانتظرونا كده ان شاء الله في فيديوهات جديدة بإذن الله. باي باي.